السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنشوف مع بعض النهاردة في الفيديو بتاعنا ازاي نعمل ربط ما بين اودو والجيميل الشخصي او الايميل الخاص بالشركة بتاعتنا، بحيث انه اي حد يبعت ايميل على الايميل بتاعي يجي لي دايركت هنا في السي ار ام. تمام. طيب احنا عارفين انه في شيء ستاندر كده موجود هنا في السيلز تيم. وانس ما نخش على اي سيلز تيم وباجي هنا بحط ده هنا ليدز وبيبلاينز. طبعا السيلز تيم ممكن اكتب اي اسم، يعني التيم بتاعي. تمام. بقول مثلا التي ام ليدر مين، بقول لطفي مثلا. وباجي هنا بضيف الايميل ايلتس، اقول مثلا انفو مثلا انفو، واحط الدومين بتاعي واسيب كده التفاصيل واقول له ان انا اكسبت الايميل فروم اني ون، وهكذا. تمام. طيب ده بيعمل معانا ايه؟ بيعمل معانا شيء عظيم. خلينا نجربه برضو على داتابيس تانية كده سريعة ونشوف الأمور، بحيث إن أنا مظبط الإعدادات على الداتابيس اللي شغال. طيب أنا أتأكد إن أنا أفعل الليدز في السيتنج والمالتي تيمز، اللي هي الليدز دي والمالتي تيمز. تمام. بعد كده أروح على سيلز تيم كونفجريشن. لا، عندي هنا إيه السيلز ده. بكتب هنا مثلا على سبيل المثال انفو أو سيلز أيا كان. أقول مثلا انفو. أعتقد إن هو ما بيقبلش إنه يبقى فيه أكتر من إيميل موجود بنفس الشكل على الداتابيس، ده يقبل عليه. تمام. بظبط برضو الأمور وأنا عارف ده كده بس. طيب باخد هنا ده كده إيه كوبي، وأروح على الإيميل بتاعي وأقول إيه اعمل لي إيميل. بعته لمين يا عم؟ بعته لده. بس هنا خلي بالك، هو sales@edu داش اودو، رقم الدومين بتاع الداتابيس بتاعي، وفي الآخر اودو دوت كوم اللي هو ده، أخد ما بعد الآت هو ده. تمام. دي الحته نركز فيها. بعد كده انا هكتب مثلا تيست لطفي، واقول له I ask about your service، واقول له هنا send. تمام. اول ما send هنا بروح على السيستم واجي هنا على الليدز، بلاقي هنا جالي الايميل اهو. او يعني بفضل شويه بحيث انه اشوف الايميل والتاثير بتاعه بيجي لي على الداتابيز عندي. طيب انا مش ده يعني ده اللي كده المفروض بيبقى واخد دومين الشكل اللي هو فيديو كذا. حلو. طيب انا مش عاوز اعمل كده. انا عاوز اللي بعد الات يبقى الايميل الشخصي بتاعي او ايميل الشركه اللي عندي، او مثلا @gmail.com دايركت. تمام. طيب آه، ده انا ما بعرفش اعمله بشكل مباشر. لازم اعمل طبعا بعض الاعدادات كده معينه جوه السيستم عشان السيستم بتاعي يقبل الامور دي كلها. تمام. طيب آه انا كل اللي محتاجه ان انا اعمل بعض الاعدادات الاساسيه. اول حاجه بعملها هي ان انا بروح هنا على الاعدادات واجيب التكنيكال وانزل على الانكoming ايميل سيرفر، واجي هنا على الاعدادات بتاعته بكتب النيم. تمام. بحط النيم اللي انا محتاجه، وبختار الايميل سيرفر تايب اللي هو الاي ام اي بي سيرفر. بعد كده بحتاج ان انا احط سيرفر انفورميشن. احط سيرفر انفورميشن اللي هو imab.gmail.com. اوكي. وبكتب البورت اللي هو 993، وبفعل ال SSL and TLS. اوكي. دي بفعلها مانداتري ان انا افعلها ما ننساش، لان خدت مني وقت على ما انا كنتش فاعلها كان راضي يقبل معايا. باجي هنا على اللوجن انفورميشن، بحط اسم الايميل او اليوزر ايميل ادرس بتاعي اللي هو اللي انا محتاج افعل عليه لما اي حد يبعت ايميل للايميل ده يروح الموضوع. باجي هنا على الباسورد، بقى حاجه من الاثنين: بيكون يا اما الباسورد بتاع الايميل ده بتاع الجيميل عادي جدا، او السيستم بيطلب مني حاجه اسمها اب باسورد. واب باسورد دي بجيبها من الجيميل بتاعي، بروح عليها
بيبقى في عندي حاجه اسمها سكيورتي كده. باجي هنا على الاعدادات وبقول حاجه اسمها هنا كده سكيورتي، سي اول سيتنج. وبنزل على حاجه اسمها فورورد فورورد ايميل. وبرضو بفعل معايا اللي هي الاي ام اي بي اكسس. بفعلها، هي بتبقى انيبل اوف، انا بخليها اون. تمام. وباجي على الاعدادات بتاعه السكيورتي بتاعه الحساب نفسه. تمام. على الاكونت بتاعي. ومثلا هنا أنا عايز الاكونت، واجي على سكيورتي، واجي على تو سيكتور تو ستيب فيريفيكيشن بفعلها. تمام. وبحط رقم تليفون وباسورد. بعد كده بيظهر معايا حاجة اسمها اب باسورد. تمام. بضغط عليها الاب باسورد دي. بتيجي بقى ايه معايا الحاجات بتاعت اللي هي ان انا ادخل اب باسورد. اوكي. ممكن اجي اقول له ايه اب باسورد، يعني او اسيرش عليها يعني جوه هنا. اب باسورد. تمام. اب باسورد اهي. بعد كده بحط الاب باسورد بتاعي، بيدخليني الوجن على السيل من اول وجديد على السيستم. تمام. بيدخلني على الايه، طبعا عايز التو ستيب فيريفيكيشن، ولازم يجي لي على الموبايل الايه في التفاصيل بتاعه الايميل. وبيخليني ادخل الايه التفاصيل بتاعتي. طيب كده عرفنا ناخد الاب باسورد ده بنحطه هنا. اوكي. نرجع على اود ونحط الاب باسورد هنا بعد ما نخلص كل الاجراءات في الايميل. خلصنا ده، بيبقى عندي حاجه هنا اسمها تيست اند كونفirmation. بضغط عليها بيلود، بعد كده بيكونفيرم معايا. لو انا عملت ريسيت كونفirmation بيبقى معايا هنا تيست اند كونفيرم. يكون معايا الاعدادات واقول له هنا كونفirmation، وبيتحول لكونفيرم. اوكي. دي كده اول حاجه. تاني حاجه بنحتاج نعملها اللي هي الايلس. بندخل عليها بنلاقي باي ديفولت اتنشأ معانا الايلتس ده على الدومين ده. طبعا قبل الايلتس بيبقى في حاجه كمان نسيت اقول لكم عليها، الايلتس دومين قبل الايلتس. باجي انشئ واحد جديد، وانا سميت واحد جديد بالاسم بتاعي حسب انا قلت مثلا نهايه الجيميل بتاعي جيميل دوت كوم. ممكن اكتب بقى طبعا اللي بعد الاد خاص بيا انا، احطه هنا واكتب نفس الاعدادات دي اللي هي باونس وكاتش ميل ونوتيفيكيشن وكده. تمام. وبروح اتاكد ان انا عندي الايلتس هنا. بتاكد من حاجه واحده بس، انه اخذ الايميل المظبوط والدومين مظبوط، وان ده محطوط على الايلتس موديل اللي هو ليدز اوبورتيونيتي. طبعا ده جت منين؟ جت من الانكoming ايميل. ان وانا بنشئه جيت هنا قلت له الريكورد اللي هتنشئه اللي هو ليد اند اوبورتيونيتي. تمام. عشان كده في الايلتس اللي احنا كنا فيها من شويه رابط لك الايلتس ده ان ده اسايند او الايلتس ايميل موديل على الليدز اند اوبورتيونيتي. بتاكد من الديفولت بتاع اليوم، هو بيبقى كاتب لي الديفولت دي ان هو بيقول لي انت هتاخد التيم الاي دي بتاعه 9. تمام. ممكن اغير الاي دي بتاع اي تيم، وان انا احط اي دي خاص بالتيم بتاعي. تمام. وبستلم ده من اي شخص، او طبعا احدد بارتنرز، هو يجي من بارتنرز بس، او فولورز اونلي، او وي معينه، او كل الامبلويات. تمام. بسيب باقي الاعدادات تمام مظبوطه. بعد كده بروح على حاجه آه اسمها سيرفر اكشن. لو رحنا هنا كده على الاكشنز، جدول اكشن. تمام. روح على الجدول اكشن، بكتب هنا كده ميل، واقول انه في عندي حاجه اسمها فاتش ميل سيرفر مربوطه بالموديل اللي اسمه انكoming ايميل سيرفر. بضغط عليها وبدخل الاقي هنا عندي الاسم بتاعها باي ديفولت، هو الموديل بتاعها ايه، والاكشنز اللي المفروض تتعمل مين اليوزر، وهتتعمل كل قد ايه، وكل 7 مينت، كل 5 مينت، كل 10 مينت. الافضل ان احنا يعني ما نغلطش الغلطه اللي انا وقعت فيها، ان انا اعملها واحد بعد دقيقه تجي لي. لا، هو كده انت بتضغط على السيرفر
انه كل وقت قد ايه يجي الاوردر، بس هنا المفروض تعمل كل مثلا 10 دقائق او 5 دقائق او 7 دقائق. انا مخليها 7 عشان تظبط معايا على طول. بقول البريورتي بتاعتها واحد، بسيب دي سالب واحد، وبسيب هنا الكود اللي هو هنا تحت ده زي ما هو عادي جدا. اتاكدت من الاعدادات دي كلها، بظبط اموري، بروح هنا على ليد اند سي ار ام، اخش على الليدز. دي حاجه انا كنت مجربها، انا عندي هنا 19، اعمل ريفرش وابدا ان انا ابعت ايميل بالايميل بتاعي على الايميل اللي انا محدده. تمام، فانا هاجي اقول له هنا ده الايميل اللي انا محدده، وابعت لي مثلا اقول تيست لطفي 600 600. اقول مثلا هنا I ask about your service، واقول له send، واروح على الايميل بتاعي اللي موجود في الايميل الشخصي بتاعي، وهاجي هنا اعمل ريفرش. اقول له فين الايميل اللي جاي المفروض. ادي التيست لطفي 500 500 جات لي هنا على على الايميل، سوري. والمفروض ان انا ما افتحش الايميل ده، يعني من الصح ان انا ما افتحش الايميل ده على الايميل بتاعي عشان يجي لي على اودو. لو فتحته من هنا، هو لسه ما اودو ما خدهوش، ما بيروحش على اودو. الصح ان انا اسيبه هنا ان ريد يعني. بعد كده هرجع تاني على اودو. تمام. هاجي اقول له هنا ايه، اعمل لي ريفرش. تمام. وعندي كده الايميلات اللي كنت انا بعمل بيها. من الطبيعي ان هي بتاخد وقت من دقيقة لدقيقتين او لخمس دقايق، يعني على حسب السكادول اكشن اللي انا حاطه. فهو المفروض ان انت اوتوماتيك دول مثلا هنا 26، يجي لك الايميل اللي بعده يبقى 27. آه، مش من الصح ان احنا في السكادول اكشن نعمل اقل من دقيقتين او دقيقتين او ثلاثة. لا، بنديله مساحة ان هو ياخد الوقت بتاعه في ان هو يرن السكادول بتاعته كل فترة متباعدة، او كل فترة معينة تبقى مثلا معدية الخمس ست دقايق. انك انت يعتبر بتقول له ايه، ان انت اعمل كذا، روح اعمل كذا، روح شوف كذا. تمام. هي جايه لي هنا 38. فانا هرجع تاني على الميل، على اودو، واعمل ريفرش. طبعا برضو بتاخد وقتها ان هي تجي لي على اودو. تمام. ادي جت معايا اهي 500 500، اللي هي جات لي في الايميل بتاعي اللي هنا. اول ما انا فتحتها في اودو جت هنا ان ريد. سوري، جت هنا بقت ريد، يعني انا خلاص قراتها، يعتبر انا قرات الايميل. تمام كده. فده كده الايه التفاصيل بتاعت ان انا ازاي ابعت ايميل على ايميل شخصي زي كده، ويجي لي على اودو في السي ار ام او على حسب الموديل اللي انا محتاجه. دي كده كانت الفيديو بتاعنا النهارده، واعتذر عن الاطاله. ان شاء الله يبقى في فيديوهات تانية جديدة من نفس التيبس اند تريكس كده. واستنونا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.